المينوكسيديل في حد ذاته هل هو برودكت او انجريدينت وحش؟ الو، انا دكتور رائد. النهارده هكلم دكتوره ساره عن فكره المينوكسيديل. معاكم النهارده في بودكاست الروشتة من الاخر، هنتكلم عن مشاكل الشعر وحلولها. الناس اللي بتعاني من تساقط الشعر دايما بالنسبه لنا لما بيجوا في العياده بيرفضوا فكره المينوكسيديل. دي مشكله فعلا موجوده، بنلاحظها من قبل ما بيشنت يجي لنا، بيبعتوا على السوشيال ميديا هي الدكتور بتكتب في الروشته بتاعتها مينوكسيديل او لا. المينوكسيديل في حد ذاته هل هو برودكت او انجريدينت وحش؟ هو بيبقى واخد عنه فكره، انا لو استخدمته شعري هيقع تاني بعد ما اوقفه، تاني حاجه هينشف لي شعري، هيطلع لي قشره، فانا مش عايز استخدمه. ايا كانت المشكله بتاعتي، المينوكسيديل انت تحبي تستخدميه في ايه، وايه اللي ممكن يبقى بالنسبه لنا بديل عن المينوكسيديل. المينوكسيديل هو فعلا FDA ابروفد لعلاج تساقط الشعر الوراثي، وفعلا افكتيف جدا. هنعمل ايه بقى مع البيشنت اللي رافض رفض تام ان هو ياخد مينوكسيديل؟ انا عايز اقول لك بقى على حاجه تانية دلوقتي. ايه بقى؟ في حاجات كتيره قوي فيها كافيين، ايوه. وانا صراحه يعني ما بفوقش غير في الكافيين. ايوه. ما بشربش اي حاجه فيها كافيين، ما بشربش قهوه، بس اي برودكت في الشعر فيه قهوه احيانا بكتب لهم حاجات فيها كافيين بس effective enough لاي حد حابب يطول شعره. يوز كافيين regularly. يعني احنا الخلاصه في الروشته بتاعتنا ان احنا نستخدم حاجات فيها بروكابيل وكمان الكافيين. عشان كده بنصح نستخدم الانتنس ستيموليت فايلز، هو من الحاجات الجميله جدا وافكتيف. انا بشكرك انك انت كنت معانا النهارده. ثانك يو دكتور رائد، ثانك يو ثانك سو يو. ماتش. استنوا روشتتكم في باقي الحلقات من الروشته من الاخر.